علق النجم حسن الرداد عبر حسابه الرسمي في الساعات الأخيرة على صورته مع الطفل الشقي بفيلم إمبراطورية ميم الفنان أحمد نجيب، والذي شارك فيه مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972 منذ أكثر من 50 عام. وأضاف حسن: سعدت بلقاء حضرتك جدا وأتمنى لك كل التوفيق والسعادة. ملحوظة: صورة الأستاذ أحمد على جوجل مكتوب عليها اسم غلط. يذكر أن فيلم إمبراطورية ميم عرض لأول مرة عام 1972 وشارك في بطولته مجموعة من الوجوه الجديدة. كانت البطلة هي الفنانة فاتن حمامة والفنان أحمد مظهر والفنانة دولة أبيض. تأليف إحسان عبد القدوس وإخراج حسين كمال. كانت أحداث الفيلم تدور عن زوجة بعد وفاة زوجها تتحمل منى الفنانة فاتن حمامة مسؤولية تربية أبنائها الستة بجانب عملها في وزارة التربية والتعليم، ومع نمو الأولاد تزداد مشكلاتهم وتزداد معها أعباء والدتهم في التربية، خاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينها وبينهم. من ناحية أخيرة، يستعد الفنان حسن الرداد لتصوير مسلسله الرمضاني محراب استعدادا للعرض الأول في شهر رمضان الكريم.